السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير ان شاء الله. النهارده هنعمل مع بعض الكابوريا بطريقة سهلة وبسيطة خالص، مش هتاخد معاكم وقت وهيبقى طعمها جميل جدا وحاجة يعني هتحبوها ان شاء الله بالطريقة دي. معانا كابوريا، هننضفها كويس قوي عشان الرملة والحاجات دي. بنشيل الغطا بتاعها اللي من ورا دي، بنشيلها عشان بيبقى كله رملة زي ما انا وريتكم كده. بننقعها بقى في مية، ننقعيها ساعة كده ولا حاجة في مية فترة شوية عشان يتنزل اي حاجة وحشة فيها. معانا معلقة خلطة توم، عبارة عن توم وكزبرة وكمون وفلفل اسود ضربينهم وقرن فلفل، ضربينهم في الخلاط يعني. ده هناخد منه بقى نعمل بيه الكابوريا. انا قلبتها بس وركنتها في حدود ساعة كده وتصفى يعني من كل حاجة. وبعد كده هنبدأ اهو. معايا مكعبين زبدة ومعلقة زيت وبصلتين كده تبشريهم. هنقلبهم لحد ما يصفروا بس كده، نشوحهم، نقعد نشوح فيهم بس ما تغمقهمش. معانا معلقة الثوم المهروس اللي ضاربينه في الخلاط مع الفلفل مع التوابل دي، هنحطها برضو مع البصل. بعد كده بعد ما شوحنا الحاجة دي، البصل والثوم، هنحط بقى الكابوريا تتشوح معانا لحد ما تاخد هتقلب لونها، يبقى اللون الاحمر، هتقلب كده اللون الاحمر. نقعد نقلب فيها بس كده ولحد ما تأخريش عليها عشان ما تشدش. اهم حاجة الاوقات بتاعتها ما تطوليش عليها السيان لما تزوديها بالمية او دلوقتي. معانا كرفس وبقدونس وكزبرة وجزر مبشور، ده انا حطيته على الكابوريا عشان الشوربة تبقى طعمها غني وحلو. هنقلبها كويس اهو. معايا مية سخنة نزودها مش كتير، يعني ايه، ما تغطيهاش خالص عشان ما يفضلش المية كتير وتبقى الشوربة عايمة كده وصيصة، تبقى تقيلة وحلوة. معايا هنحط اهو الملح، وبرضه هنحط كمون وكزبرة وبابريكا مدخنة وفلفل اسود، كل التوابل تحطيها. معايا بعد ما غلت بقى المية خالص وسبتها شوية، هنحط اللبن مدوبة فيه معلقة دقيق عشان يربط وتبقى ايه الشوربة تقيلة. هنسيبها بقى تغلي بس غلوتين كده لحد ما تتشرب من اللبن وتشرب من الشوربة بتاعتها الكابوريا، وبقت بالمنظر ده معانا. هنغرفها وادي الكابوريا بكل سهولة، بس قلب الدنيا كلها، ريحتها رهيبة وطعمها خطير. اللي من عشاق الكابوريا هيستمتع بالطريقة دي. اهي الشوربة بتاعتها، لو معاكي كريمة حطيها مكان اللبن. وشكرا ليكم، شكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.